يا مساء الجمال على احلى متابعين لقناتي فرن الابداع. النهارده هعمل لكم حاجه حلوه قوي هتريحوا نفسكم، مش هتصحوا الصبح تعملوا سندوتشات ولا اي حاجه. هعمل لكم سندوتشات جاهزه يا دوبك بس تقطعوها وتعملوها من بالليل وتسيبوها كده جميله، تغطوها والصبح تحطوها في اللانش بوكس للعيال. وسهله جدا الطريقه، هتريحكم وطريه وطعمه جدا على فكره، احلى من السندوتشات العاديه، والعجينه نفسها مطعمه فالعيال هيحبوها. اتمنى بس تشجعوني بلايك حلو زيكم وكومنت جميل بيفرحني، وتفاعلكم في القناه بيخليها ان اعرف اوصل لكم معلومات اكتر وافيدكم فيديوهات بسيطه وحلوه. اول حاجه انا هعمل عجينه البوليش، طبعا انتوا حفظتوني عملتها كذا مره. عباره عن كوبايه من الميه وكوبايه من الدقيق، معلقه من الخميره ومعلقه من السكر. حطيت نص كوبايه مع نص كوبايه الميه، هحط النص التاني وابدا ان انا اعجنها. بتبقى عجنه خفيفه كده زي ما انتوا شايفينها، هي بتبقى عجينه طريه، وهبدا ان انا اغطيها واسيبها لغايه لما تختمر علشان كمان اختبر الخميره عندي. هجيب في طبق تاني هحط 3 كوبايات من الدقيق، وهحط عليهم معلقه من الخميره، معلقتين من السكر، وكوبايه من الميه، وتكون الميه دافيه. هنزل عليهم بالعجينه بتاعه البوليش اللي احنا لسه عاملينها بعد ما طبعا ما اختمرت زي ما انتوا شايفينها، كانت فايره كده في الطبق عندي. بدات انزل بيها وبعدين بعجن زي ما انتوا شايفين. تدوا وقتكم في العجن عشان تطلع لكم عجينه طريه، واللقمه نفسها لما تطلعوها هتبقى طريه وحلوه بعد السوا. يعني بعد ما اتلمت معايا العجينه رحت نزلت بحوالي معلقتين من الزبده، وتكون بدرجه حراره الغرفه. وهنبدا ان انا الم العجينه وتبقى عندي عجينه طريه بس ما بتلزقش. هبدا ان انا اغطيها واسيبها لغايه لما تخمر معايا. دلوقتي بعد ما خمرت ببدا ان انا انزل الخمر بتاعها، وزي ما انتوا شايفينها العجينه طريه خالص معايا، علشان خدمناها صح وعلشان اديناها وقتها في التخمير. هبدا ان انا هقسمها لنصين متساويين عشان كل نص هيبقى بالنسبه لي هي طبقه من الطبقات. هبدا ان انا الف العجينه معايا كوره كده واسيبها على جنب، وهبدا اشتغل بالكوره التانية زي ما انتوا شايفين كده. العجينه حلوه يعني بسم الله ما شاء الله، واخده راحتها وحلوه مرتاحه معايا. هبدا اجيب النص التاني، هبدا برضو اعمل كوره وابدا ان انا بالنشابه افردها. لو شايفينها ان هي بتلزق جامد حط شويه من الدقيق. هبدا افرد معايا واحاول على قد ما تقدروا يبقى الفرد معايا على قد الصينيه اللي عندكم. انا طبعا عملتها بقيت على قد الصينيه، حطيت جبنه وحطيت لانشون وشويه من الزيتون بس مش اكتر من كده، جبنه بيضه عاديه. طبعا الحشوه زي ما انتوا عايزينها، انا حطيت لكم ابسط المكونات، الجبنه واللانشون اللي بنعملهم لاولادنا في الساندوتشات، بس انا حطيتهم وفردت الجزء التاني من العجينه بنفس السمك برضو، وببدا ان انا اقفل. تخلي بالكم الاطراف ما تحطوش فيها حشوه علشان عايزين نلزق العجينه دي في العجينه دي بحيث ان يبقى الساندوتش مقفول معايا ما يطلعش منه الحشوه. لو عايزين تحطوا مثلا اي حشوات تانية، بواقي فراخ مثلا، شاورما، عايزين تعملوها زي البيتزا براحتكم خالص، العبوا في المكونات زي ما انتوا عايزين براحتكم. هبدا ان انا دلوقتي اقسمها على قد الساندوتش اللي انا عايزاه. انا هبدا بالنسبه لي الحجم ده كويس، فابدا اقسمها بالسكينه عندي بالطول وبالعرض. تخلي بالكم عشان العجينه زي ما بقول لكم طريه، فتمسكوا بايد وتبداوا تقطعوا بايد زي ما انتوا شايفينها. لو حاطين في صينيه مش يعني اللي هي انا اللي حطاها دلوقتي اللي هي ما بتلزقش فيها، لو بتستعملوا صينيه ألمونيوم مثلا او حاجه ممكن تلزق، ادهنوا دهنه من الزيت للصينيه من تحت. لكن انا بالنسبه لي عشان هي ما بتلزقش فما حطيتش اي ماده دهنيه. لو انتوا مستعملين اي نوع زي ما بقول لكم ادهنوا الصينيه تمام. انا دلوقتي قطعت بالطول وبالعرض، انا بالنسبه لي الحجم ده كويس. هسيبها دلوقتي تختمر، يعني هغطيها واسيبها تختمر تاخد وقتها. في الغالب بتاخد لها حوالي نص ساعه او ساعه، يعني حسب الجو عندكم سخن او درجه الحراره برد، على حسب بياخد الخمر. حطيت كيس وبعدين حطيت الفوطه عندي ده بعد ما اختمرت بسم الله ما شاء الله. يعني انا عايزه اقول لكم الريحه تحفه. هبدا ارشها بميه بسكر، اللي في البخاخه دي ميه بسكر يا جماعه،
واحطها في درجة حرارة عالية في الفرن. وبعد ما بتطلع برشها برضو بمية بسكر وبغطيها واسيبها لغاية لما تهدى. انا جربتها لكم قدامكم اهي، طرية جدا. هبدأ ان انا اخلع كل حتة بحتتها زي ما انتوا شايفينها، يعني بجد لازم تجربوها، حلوة قوي وعجبت العيال. قالوا لي ان طعم العجينة حلوة كمان لما اولادي اكلوها. مش بس الحشوة عجبتهم، لا ده هي العجينة كمان طعمة معاهم. اتمنى تجربوها، تعملوا لايك وسبسكرايب، شير كتير لاصحابكم علشان الفيديو في حد غيركم يستفاد بيه. ولو في اي تساؤلات او اي طلبات خاصة انا تحت امركم، اقدم لكم ان شاء الله كل جديد على قناتي.